كتير ما يعرفش معنى كلمة العزة. العزة من وجهة نظري هي من أسمى القيم الإنسانية، وهي خليط ما بين الكرامة وما بين الشرف. العزة سلوك، العزة تصرف، العزة تربية. العزة مش معنى احنا بنتداوله، ولكن العزة يمتلكها من يمتلك الصدق والشرف والنزاهة. العزة مش مجرد كلمة بتتقال في مقال أو في محاضرة، ولكن العزة مرتبطة بكل تصرفات حياتنا، مرتبطة في قعدتنا، مرتبطة في علاقاتنا مع بعض، مرتبطة بأوقات الحزن بتاعنا، مرتبطة بأوقات الفرح، مرتبطة بوقت الأزمات، مرتبطة بحاجات كتيرة جدا. لكن إزاي الإنسان يبقى عزيز النفس؟ عشان تبقى عزيز النفس في مصادر كتيرة جدا عشان نعلم أولادنا، ودي القيمة اللي احنا قاعدين هنا عشانها. احنا ازاي نعلم أولادنا وشبابنا إنه يبقوا أعزاء؟ يعني إيه كلمة عزة؟ وإزاي يكتسب العزة دي؟ العزة بيكتسبها الإنسان لما يكون قريب جدا من ربنا، ويعرف إنه راضي بكل اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه، فما بيهمهوش أي مخلوق، وبالتالي بيبقى راضي ويبقى شامخ ويبقى عارف إن كل شيء بيرجع لربنا، فبالتالي هيبقى عزيز. الشيء الثاني وهو العلم. العلم، كل ما الإنسان كان عنده علم وكان عنده دراسة وكان عنده وعي فهيكون عزيز، هيعرف يتصرف في المواقف بعزة، ويعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الحامي وهو الضامن وهو المعز وهو المذل وهو النافع. شيء تاني الجهل. الجهل يجلب المهانة لأنه بيجلب المذلة. المصدر الثالث من مصادر العزة هو الثقة بالنفس. الإنسان عشان يثق في نفسه، هناك فرق ما بين الكبر وما بين العزة. الكبر هو سلوك، والسلوك ده ناتج عن نقص، فبيحاول اللي بيتخطى بيتصف بهذا الفعل انه يداري على صفاته بمحاولات التكبر على خلق الله. لكن لو كان عزيز، لو كان عنده ثقة بنفسه، فبالتالي هيبقى عنده عزة، هيبقى عنده كرامة، وهيبقى عنده شرف. عاوز اقول كلام كتير جدا في موضوع العزة. من مصادر العزة اللي الناس لازم تعرفها، واحنا لازم نحاول في مدارسنا نتكلم عليها، واساتذتنا ومثقفينا لازم يتكلموا عنها، ان الانسان كل ما كان بيشتغل وكل ما كان بيعمل بياكل من قوت ايده، كل ما كان عزيز، كل ما كان شريف، كل ما كان قراره من ايده، بقى عزيز النفس. لكن لو كان عاطل يعتمد على الاخر، عمره ما يبقى عنده عزيز. نتكلم كلام جميل، والاستاذه كلمتنا خدتنا للبلد ومصر، واحنا قدام مصر بيبقى فيه شويه من الضعف وشويه من الحنين. المواقف كتيره جدا عن العزه، لكن خلونا نتكلم. دايما احنا بنقول احنا فخرنا، عزنا، جيشنا مثلا. طيب هي العزه دي جت ازاي؟ العزه اللي احنا بنفتخر بيها كمصريين دي جت ازاي؟ عاوز اقول لحضراتكم ولا يخفى عليكم ان احنا جينات العزه موجوده في الانسان المصري على مدار التاريخ، وده مش مجال للذكر، لكن خلونا نتكلم في الفتره الاخيره. وشفنا مصر عزيزه ازاي باولادها، وعزيزه ازاي بجيشها. عزيزه لانها اشتغلت، لانها حرمت نفسها في وقت من الاوقات وبدات تقوي جيشها اللي هي مصدر عزها وفخرها، فهي قويه وبالتالي بقت عزيزه، وبالتالي تملك قرارها. الكلام اللي بينطبق على الجيش والدولة اللي بدأت تعمله في الفترة الأخيرة ده بينطبق على الزراعة والصناعة والتطور الكبير رغم الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، وإن شاء الله بإذن الله إلى زوال. عاوز أقول من لا يعمل، من لا يملك قوت يومه، من لم يجاهد من أجل أنه يبقى عزيز، هيبقى مهان، هيبقى ما عندوش عزة، هيبقى ما عندوش نخوة. فاحنا كل المطلوب وكل النصيحه اللي انا بقولها لاخواتي ان احنا نحاول نزرع في اولادنا ان انت تبقى عزيز بعلمك، عزيز بجهدك، عزيز بشرفك وباعتزازك ببلدك. انا في النهايه طبعا الكلمه مش مرتبه، لكن انا فخور اصلا ان انا موجود معاكم، ومتشكر جدا يا استاذ محمد على الدعوه اللي انت
يعني اتحتها لي ان انا اكون في وسط اساتذتي واخواتي. فكل الشكر لحضراتكم وكل الشكر للبنقاس وكل الشكر لكل الناس الموجودين. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.